بيبدأ الانمي بتاعنا يا صديقي في مكان كده السما بتمطر فيه دم، وبنشوف واحد اسمه ساميداري بينادي على واحد تاني اسمه سينباي، واللي مش بنشوف منه غير ظهره بس. وساميداري بيقول له ان لو ما اتخلصت من الشيء اللي معاه هيندم ندم كبير جدا. وبنعرف ان الشيء اللي بيتكلم عنه ساميداري طفل رضيع، لكن سينباي مش بيسمع كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بنعرف ان من زمن بعيد جدا كان في مخلوقات اسمها الاوني، ودي اصدقائي مخلوقات مرعبه ما تعرفش يعني ايه رحمه ولا انسانيه، كل هدفهم قتل البشر وتدمير كل شيء بيجي في طريقهم. لحد لما في يوم بيظهر جماعه اسمها موموتارو، هم الوحيدين اللي قدروا يواجهوهم وهزموا عدد كبير منهم. ومن هنا بدأت الحرب ما بين الاوني والموموتارو واللي استمرت لسنين قدام. نرجع بقى للوقت الحاضر وبنشوف واحد اسمه تشيكي، واللي بيكون قاعد في الاوضه بتاعته اللي مليانه اسلحه، وبابا بيدخل عليه فجاه وبيكون متضايق جدا وبيقول له انت انطردت من المدرسه ليه يا غبي فهمني. فشيكي ده بيفضل يناكف فيه، بيرد الكلمه ب10 وبيقول له انا مبسوط اننا مش من نفس الدم. وبنفهم كده ان الراجل ده مش ابوه الحقيقي وانه متبنيه. وبعد كده شيكي بيقعد مع نفسه بس فجاه بيلاقي حاجات سودا بتدخل الاوضه بتاعته، بتلف على رجله وبتسحبه لبره عشان ترميه على الارض. وبيظهر شخص كده حواليه الحاجات السودا دي وبيقرب عليه، بس فجاه عربيه ابو شيك بتيجي بتخبط الشخص ده، وابوه بيقول له اركب بسرعه يلا مفيش وقت. فبيركب، وبعدها ابوه بيقول له انه لازم يهربوا من البلد لان في سر خطير كان مخبيه عنه. وبنعرف ان شيكي من سلاله الاوني الخطيره اللي اتكلمنا عنها قبل شويه، والشخص اللي خبطه بالعربيه ده من سلاله موموتارو. وطبعا شيكي بيبقى ولا فاهم اي حاجه وبيقول لابوه يعني ده وقت هزار يا حاج، بس فجاه الحاجات السوداء اللي احنا شفناها من شويه بتغطي العربيه، فالاب بيحدف شيكي بره وبينزل وراه. وبعدها العربيه بتنفجر، ولما الاب بيلف مش بيلاقي شيكي جنبه، وبيطلع الشخص اللي خبطه من شويه لسه عايش، وهو اللي خطف شيكي في مكان مجهول جنبهم. والحاجات السوداء دي بيبقى عامل منها شبكه عنكبوت عملاقه ومكتفه جواها. وساعتها بيقرب الراجل ده منه وبيطلع هو ده نفسه ساميداري اللي في بدايه الحكايه. وطبعا شيكي بيبقى مستغرب من اللي بيحصل، وهنا بيسمع صوت ابوه وهو بيقول له ان احفاد موموتارو فضلوا يحاربوا الاوني الالاف السنين، وفي النهايه اتحد الاحفاد دول وعملوا منظمه الموموتارو، ولانهم كانوا اقوى من الاوني بداوا يهربوا منهم ويستخبوا بين البشر. وفي اللحظه دي ساميداري بيهجم على ابو شيكي، لكن الاب بيطلع سيف من الحاجات السوداء وبيصد هجومه. وبنعرف ان الضباب الاسود ده سمه فريده مش موجوده غير عند اللي بيحمل دم الموموتارو بس، ومعنى كده ان الاب هو كمان من منظمه موموتارو. وساعتها ساميداري بيقول له مر وقت طويل جدا يا سينباي من ساعه ما سبتنا. وبنفهم ان الاب هو نفس الشخص برضه اللي شفناه من ظهره في الاول شايل الطفل وماشي، وطبعا الطفل ده هو نفسه شيكي. وبنعرف ان سينباي ساب المنظمه وغير اسمه بعد ما قرر يربي طفل من الاوني، وعشان كده ساميداري بيقول له انا اصفيك انت كمان معاه عشان حميته وربيته. بس سينباي بيهجم عليه وبيواجهوا بعض، وساميداري بيكون عمال يقول لسينباي انا مش قادر افهم بس انت ليه بتدافع عنه وبتحميه للدرجه دي، ده بينتمي لوحوش هدفهم يؤذوا البشر. وبعدها ساميداري بيقدر يسيب سينباي اصابه خطيره بتخليه على الارض غرقان في دمه. وهنا سينباي بيقول لساميداري انا بحمي شيكي بحياتي عشان انا اللي ربيته واعتبرته ابني، عمرك شفت اب محتاج سبب لحمايه ابنه؟ وبعدين هو ايه ذنبه ان دم الاوني بيجري جواه؟ هتقتل ولد بريء ما يعرفش اي حاجه بسهوله كده؟ فساميداري بيقول له اخرس، وبيخرج سيفه مره ثانيه عشان يخلص عليه. وفي اللحظه دي شيكي بيكون شايف اللي بيحصل وهو مصدوم، وبيقول لنفسه ازاي الوغد ده بيأذي ابويا بالرغم ان عاجز ومش قادر يتحرك. وفجاه جسم شيكي بدأ يتغير وفي دم بيخرج من عينه، فساميداري بيبص جنبه مش بيلاقي في الشبكه اللي عاملها له، وبيلاقي جاي بيهجم عليه بمدافع ورشاشات من الدم، لكن ساميداري بيتفاداها وبيقول جوه نفسه الاوني اللي جواه صحى وشيكي بيجري بيهجم عليه، لكن ساميداري بيضربه بسيفه وبيطير دراعه. بس الغريب ان في ثانيه بيطلع دراع تاني وبيبدا جسمه يطلع اسلحه ومسدسات من كل حته، فساميداري بيطلع يجري منه وبعدها بيلف وبيحدفه بالسيف في نص دماغه، وبرده شيكي مش بيتاثر وبيقوم مطيره ولازقه في الحيطه وبيروح يدوس عليه برجله، لكن فجاه في وقت مش مناسب خالص بيحصل انفجار في المكان وقوه شيكي بدات تتلاشى وما هوش مستوعب هو ايه اللي بيحصل. فساميدارا بيجي بيقول له انها حاله ارتباك حصلت له بسبب التحول المفاجئ، وبيروح مطلع سيفه وبيهجم عليه بيه، وبنشوف السيف وهو بيعدي من الناحيه الثانيه، لكن المفاجاه يا صديقي ان سينباي بيطلع لسه عايش وهو اللي ضرب ساميدارا في اللحظه المناسبه. فساميدارا بيقول له انت لسه بتدافع عنه حتى بعد ما شفته بيتحول لوحش قدامك؟ لكن سينباي كل اللي بيجي في دماغه صوره شيكي وهو طفل وبينادي عليه، وبره المكان بيبقى الانفجار اللي حصل لم الناس اللي بيقولوا مش فاهمين سببه ايه، وعشان كده ساميدارا فجاه بيتلاشى. وبعدها سينباي بيقع في مكان تاني وبيقول لتشيكي ما يحاولش يكلم الاسعاف ولا يعمل اي حاجه عشان خلاص مفيش وقت، وهو عايز يقول كلمتين لاخر مره في حياته، والكلمتين دول هما انه اسف عشان ما عرفوش الحقيقه من الاول، وانهم هيرجعوا تاني يحاولوا يقتلوه وهو ساعتها مش هيبقى موجود جنبه، عشان كده لازم يبقى اقوى ويقدر يهزم موموتارو، وفي نفس الوقت ما يخليش دم الاوني اللي جواه يسيطر عليه عشان يقدر يعيش حر وسعيد، وبيطلب منه يوعده انه هيعمل كده، وبعدها بيموت وبتبقى امنيته الاخيره ان الاوني والموموتارو يعيشوا مع بعض في سلام زي ما عاش هو وشيكي. وساعتها شيكي بيفضل يعيط وبيقول لابوه ان ما ينفعش يموت قبل ما يعتذر له حتى عن الكلام اللي قاله له الصبح، وان نفسه يرجع له تاني باي طريقه وهو عمره ما هيضايقه ابدا بعد كده. بس في الوقت ده بيجي شخص من ورا شيكي وبيروح مديله في وشه، وصاحبنا بيقع على الارض وبيفقد الوعي. وبعدها بنروح لمكان تاني فيه موميات متجمعين، وفي صوت بيتكلم وبيقول ان ساميدارا غلط لانه اتصرف من دماغه، وان موموتارو مستواه تراجع اخر فتره، وصوت تاني بيرد عليه وبيقول انهم ما كانش قدامهم حل تاني ولازم ما يسمحوش للعامه انهم يعرفوا بوجودهم او ان الاوني عايشين وسطهم. فالصوت الاولاني بيقول عشان كده لازم يقتلوا الاوني وهم لسه صغيرين قبل ما تصحى قدراتهم. بعدها بنشوف
واحده ملثمه عند البحر بتتكلم في التليفون مع واحد اسمه نايتو، ونايتو ده يا صديقي بيطلع هو نفس الشخص اللي شفناه بيضرب تشيكي قبل شويه، والملثمه دي تبقى المديره بتاعت نايتو، وبتقول له انت لقيت واحد جديد ولا لسه؟ فنايتو بيرد عليها وبيقول لها انه لا واحد وهو قدامه اهو، وبيبقى قصده على تشيكي اللي ربطه ومكتفه في الكرسي، بس بيعرفها ان تقييمه زي الزفت، ولو طلع ملوش فايده هيتخلصوا منه. وواضح من الكلام يا صديقي انهم منظمه او حاجه زي كده، وبيجمع الاوني اللي زي شيكي لاسباب هنعرفها بعد كده اكيد. بعد كده بنشوف شيكي بعد ما بيفوق وبيشوف نايتو جنبه بيعد ضغط، وبيعرفه بنفسه وبيعرفه ان من الاوني زيه، وانه بينتمي لمنظمه هدفها انها تواجه الموموتارو، وهو مهمته انه يدور على الاوني اللي اتفعلت قدرتهم زيه كده، ويعمل لهم اختبارات عشان يشوفهم ينفعوا ينضموا للمنظمه بتاعتهم ولا لا. وبعد كده بيفك الرابطه اللي على بق شيكي عشان يتكلم، وشيكي بيفضل يزعق ويقول له فكني وسيبني امشي لاني عندي حساب عاوز اصفيه مع الراجل اللي قتل ابويا. فنايتو بيقول له انت شكلك غبي وهتتعبني ومش هتيجي الا بالطريقه الثانيه، وبيفك الجرافته اللي لابسها وبيخنقه بيها، وبيقول ان طبيعه المخلوق بتظهر لما بيتعرض للخطر، فاستخدم قدرتك وشوف طريقه تخرج بيها من الموقف ده والا هتموت. فشيكي بيفضل يفرفر وعينه بتنزل دم زي ما حصل قبل كده، وفجاه جسمه بيهمد خالص وشكله كانه مات. فنايتو بيقول طلع هفق فعلا، لكن فجاه الدم اللي نزل من شيكي بيتجمع وبيلاقي نفسه اتحول بالكامل ومعاه مدفع زي ما حصل قبل كده، وبيفضل يضرب على نايتو اللي بنلاقي في ايده شمسيه من الدم وصد بيها كل الهجوم بتاع شيكي. بعد كده شيكي بيرجع يهجم عليه تاني، بس نايتو برضه بيصد الهجمه، وساعتها شيكي بيرجع لطبيعته تاني. فنايتو بيفهمه ان لما بيتحول بالكامل كده الوضع ده بيسموه الوضع السائر، ولما الاوني بيتحول ليه مش بيبقى عارف نفسه وبيفقد الذاكره بتاعته، وفي الحاله دي بيدمر كل شيء حواليه لحد لما بيرجع طبيعي تاني. وبنفهم ان الاوني المفروض يكون عنده مهاره ان يتحكم في دمه من غير ما يوصل لمرحله السائر، زي ما نايتو عمل كده لما حول دمه لشمسيه. وطبعا شيكي مش بيبقى فاهم كلمه واحده من اللي نايتو بيقولها، لكن بيقول لنفسه ان نايتو ده شكله قوي بجنون وهيقدر يساعده اللي يخليه قوي زيه ويقدر ينتقم لباباه، وبينزل على ركبه وبيترجاه ان يخليه تابع ليه، بس نايتو بيرفض وبيقول له انت متهور وغبي ومش بتعرف تتحكم في دمك في المعركه، واحنا مش محتاجين لواحد ما منوش فايده زيك. ومش بس كده، ده بيقول له اننا لازم نتخلص منك عشان مش ينفع نسيب شخص متفعله قدرته ومش بيقدر يتحكم فيها بين الناس. وساعتها نايتو بيستخدم حلقه حديد حوالين صباعه وبيعور نفسه وبيطلع تاني شمسيه الدم من ايده. فشيكي بيبدا يفهم الحته دي وبيقول لنفسه يا اما احاول اثبت له ان انا اقدر انجح يا اما اقابل ابويا في الاخره بقى، وبيجرح ايده وبيطلع يجري عليه بكل سرعته، لكن نايتو بيحاول شمسيته لشوك حاد، ولما شيكي بيوصل عنده بيفاجئه وبيقدر يقفز فوقها وبينجح انه يحاول دراعه بس المدفع وبيضرب على نايتو، وبيقول جوه نفسه ان نجح اخيرا، لكن نايتو بيفضل يستفزه عشان يظهر عاطفه الغضب لان العواطف هي اللي بتفعل الوضع السائر. وفعلا شيكي بيتعصب وبيبدا يبان ان على وشك انه يتحول للوضع السائر تاني، لكنه بالعافيه بيقدر يتحكم في جسمه ومش بيتحول، والمدفع بيختفي هو كمان. فنايتو بيبقى مصدوم ان ازاي قدر يسيطر على دمه وسيطر كمان على وضع السرق اللي صعب يسيطر عليه لما يبدا، وعشان كده نايتو بيساله. فشيكي بيقول له ما اعرفش، انا لما شفتك بتجرح صباعك وبتطلع شمسيه قلت اقلدك، وسمعتك بتتكلم على السيطره على الوضع السائر فزعقت لعقلي وسمع الكلام. بس نايتو بيقول له ايه العبط اللي انت بتقوله ده، وقال جوه نفسه مستحيل شخص بالغباء ده كله يتحكم في دم الاوني. بس شيكي بيقطع تفكيره وبيقول له ارجوك خليني تابع ليك وانا هستوعب كل اللي انت هتعلمه لي. فنايتو بيقول له لا انت مش ينفع تكون تابع ليا، بس ينفع تكون تلميذي. وبعد كده بيشرح له انهم على جزيره اسمها عتبه الجحيم، والجزيره دي مبني عليها اكاديميه عسكريه للاوني اسمها اكاديميه راسستو، واللي بيخرجوا من الاكاديميه ديت بينضموا لوحدات مهمتها انها تواجه الموموتارو، وبيعرف انهم في الاكاديميه دي هيتعلموا ازاي يتحكموا في الدم والتقنيات القتاليه، وهيبقى معاه ناس تانية السنه دي، لكن يخلي باله لانه اضعف واحد من ناحيه القدرات فيهم، وبيقول له لو ما اتعلمتش بسرعه ونفذت اللي بيطلب منك صح هنطردك. وبعد كده بياخده معاه عشان يلبس لبس الاكاديميه، فشيك بيشوف نفسه في المرايه وبيكتشف الودان اللي طلعت له وبيتخض، بس نايتو بيقول له انها علامه تفعيل قدره الاوني وبالتدريب هيقدر يخليها تظهر وتختفي. وبعد كده شيك بيخلص لبسه وبيوصل للفصل وبيدخل جوه بيلاقي 7 من نفس سنه، وواحد منهم اسمه جين لابس ماسك وما عندوش ودان زيهم. فشيك بيقول له فين ودانك؟ ايه ده اوني صغير ما اتفعلتش قدرته لسه يا عيني. فالتاني بيظهرها وبيقول له المعتوه هو اللي بيفضل ماشي يتباهى بيها في كل حته. فشيك بيقول له انت بتهزني ولا ايه؟ بيقول له ايوه انا فعلا بهزاك، بس نايتو بيجي وبيسكتهم، وبعدها بيقول لهم المفروض اول درس ليكم اللي انا اعرفكم على المدرسه، بس احنا هنعمل حاجه تانية، وبياخدهم بعد كده لتحت وبيقول لهم دلوقتي هندخل الغابه دي وقدامكم ساعه من دلوقتي ترجعوا فيها للمدرسه من غير ما امسككم، ولو حد فيكم اتمسك هيتكتف في ساعتها، واللي مش هيوصل للهدف في الوقت المناسب هنطرده. وبيعرفهم ان في اللعبه دي مش هيستخدم دمه، لكن هم عادي يعملوا كده الا لو حد فيهم وصل لمرحله السائر ساعتها يستخدمه هو كمان. فجيم بيساله طب لو قتلناك ساعتها وانت مش مستخدم دمك؟ فنايتو بيقول له بثقه لو قدر اصلا حد فيكم يعمل كده ساعتها هيتخرج من الاكاديميه على طول وهيتم تعيينه في الوحده اللي هيختارها. فشيكي بيفكر ان لو عمل كده هيقرب جدا من هدفه، لكن في نفس الوقت بيقول جوه نفسه ان قتل المعلم ما يصحش برضه. وبعد كده نايتو بيطلع كورتين حديد من جيبه وبيرميهم بعيد، وبيقول لهم ان شرط اللي يكسب لازم كمان يكون لاقى كره من دول، لان حتى اللي هيوصل لخط النهايه من غيرها هيعتبر خسران. فبيقولوا له ازاي دول كورتين بس واحنا 7؟ فبيعرفوا من عشان كده هيقسمهم ل3 مجموعات، وفي اول مجموعه بيختار بنت اسمها هوماري وجين وشيكي، وفي الثانيه بيختار 2 تانيين واللي هم اكاري وجوجي، وفي الثالثه بيختار 2 برضه واللي هم روكرو وكوينا، وبيقول المجموعه الثانيه والثالثه انهم هيحصلوا على كره واحده بينهم. وهنا هوماري بتيجي وبتقول لشيكي انها عاوزاه يساعدها، فشيكي بيتصدم لان عمره ما في بنت كلمته قبل كده، ومن الفرحه بيصرخ في وشها وبيقول لها انا احميكي طبعا،
وبعد كده بتروح تكلم جين اللي مش بيعبرها اصلا، فبتنزل على الارض وبتفضل تعيط وبتتاسف له، وبنعرف انها ما عندهاش بربع جنيه شخصيه وبتحتقر نفسها وبتخاف من راي الناس فيها بطريقه مبالغ فيها. فشيكي بيروح لجين وبيقول له اوعى تضايقها طول ما انا موجود، انا بحذرك. لكن جين بيقول له ببرود بطل رغي شويه وما تصدعنيش في الشويه الا هتقعدهم هنا قبل ما يطردوك. فشيكي بيتعصب وبيقول له مش هيحصل وان عنده هدف جه عشانه مش هيتخلى عنه. لكن جين بيرد عليه وبيقول له اكيد هدف عبيط زيك. وفي الوقت ده نايتو بيقول لهم ان التحدي بدا واول مجموعه تدخل هي المجموعه الاولى. وساعتها جين بيتذكر كلام نايتو لما قال ان لو في حد خلص عليه هيقدر يتخرج على طول، وبيقول لنفسه انه مش هيضيع الفرصه دي عشان مش يشوف شخص واخده كده مره تانية. بس فجاه بيلاقي شيكي جاي من وراه وبيضربه وبيقول له اسحب كلامك اللي قلته عن هدفي العبيط. فجين بيخلع الماسك وبيوريه وشه اللي بيكون متشوه بالكامل وبيقول له شكلك كده عاوز تتخانق معايا. وبعدها بيشمر ايديه وبتكون كلها خياطه وفجاه بيفتح حته من الخياطه دي ودمه بيتحول لمناشير زي اللي بيقطع بيها الخشب بالظبط. وبيقول له شيكي احسن لك تهرب دلوقتي. لكن شيكي بيقول له انه لو هرب هيبقى موت ابوه امر تافه بالنسبه له. فالتاني اول لما بيعرف ان هدفه هو ان ينتقم لابوه بيتعصب وبيقول له شكلنا كده مش هنتفاهم. وهنا شيكي بيعض صبعه وبيركز عشان يطلع السلاح، لكن السلاح مش بيرضى يظهر زي المره اللي فاتت فبيضطر يهجم عليه بخشبه، وطبعا ده عبط اللي بيعمله. بعد كده بنسيبهم وبنروح لهوماري اللي بتبقى ماشيه لوحدها ومتوتره وعماله تنادي عليهم، وفجاه بتسمع صوت زي صوت الانفجار كده فبتاع على الارض وبتفضل تشم في نفسها وتقول واحده ملهاش لازمه زيي بتعمل ايه هنا. وبعدها بتقول انا همشي ناحيه الصوت اللي سمعته، وبتكون الكره وراها بالظبط والهبله ما خدتش بالها منها. وبنرجع تاني عند شيكي اللي بيبقى عمال يحاول يضرب جين ومش عارف، وفجاه التاني بيضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد وبيقول له يا تافه انا حتى ما احتجتش استخدم قدرتي عشان اهزمك، وبيسيبه وبيمشي. لكن شيكي بيقوم تاني وبيشتمه فجين بيرمي عليه منشار كبير، وفي اللحظه دي هوماري بتعدي قدامه بالظبط لكن شيكي بيلحقها قبل ما المنشار يجي عليها، وبسبب الموضوع ده دراعه بيتعور. فهوماري بتنزل على وشها تاني وبتفضل تعيط وتتاسف لشيكي على انه اتاذى بسببها وبتقول له انها لازم تموت. فبيقول لها مش مستاهله يعني، وبعدين دي مش غلطتك دي غلط الحمار التاني. لكن هي بيفضل يخرج دم من عينيها والدم ده بيتحول لشكل وحش عملاق بيصرخ فيهم. فجين بيقول ان الاوني عندهم دم في جسمهم اكتر بكتير من الناس العاديه، لكن الدم اللي هوماري طلعته ده كتير قوي. وهنا هوماري بتطلب منهم يهربوا بسرعه والا هيموتوا، وفجاه الوحش اللي وراها بينزل بقبضته عليهم. وبنروح لنايتو اللي بيبقى واقف بعيد وبتجيله المديره بتاعته وبتقول له انت ليه مديهم درس حياه او موت في اول يوم ليهم، وبتقول له ان كتير من اطفال الاوني بيموتوا كل سنه ومعظمهم بيموت لمجرد انه ليهم قرايب من الاوني، ده غير التجارب البشعه اللي بيعملوها على اطفال منهم وهم عايشين. وبتقول لي يهتم بيهم اكتر من كده وبتمشي. وبنرجع تاني لشيكي وجين اللي بيكونوا فلتوا من ضربه الوحش بتاع هوماري، وساعتها جين بيقرر يضربه بس مش بيأثر فيه طبعا. فشيكي بيسال هوماري هي ما تقدرش توقفه، فبتقول له انها ما تقدرش تعمل حاجه وبتاع على الارض. وشيكي بيحاول يسحبها بعيد لكن الوحش بيمنعه يقرب لها هو وجين، وهوماري بتفضل تقول للوحش اختي ارجوكي ما تقتلهمش. وهنا شيكي بيستغرب وبيقول لها اختك يعني ايه، وبعدها بيقول لها ان مش هيسيبها تنزف وتموت قدامه زي ما حصل لابوه من غير ما يقدر يعمل اي حاجه. لكن الوحش بيقوم صارخ صرخه بتعمل زي عاصفه بتوصل لحد المجموعتين اللي بره في الغابه. وفي اللحظه دي بنشوف نايتو اللي بيبقى واقف وشايف اللي بيحصل وبيقول ان هو ده شكله كسوف الدم بتاع هوماري، وهنفهم بعد شويه يا صديقي ايه هو كسوف الدم ده. بعدها نايتو بيقول لنفسه خلينا اشوف الجوز دول هيتعاملوا معاها ازاي، وقصده طبعا على جين وشيكي. وشيكي تاني بيحاول يجرح ايديه وبيحاول يخرج اي سلاح بس برضه بيفشل، فالوحش بيهاجمه. وساعتها بيفضل يقول لنفسه ان عديم الفايده وعمره بالحاله دي هيقدر ياخد بطار ابوه. فجين بيشمر وبيقول له لو هتقعد تعيط روح اعمل كده في حته تانيه، وبيروح مطلع من ايديه الاثنين مناشير مختلفه وبيقول لنفسه ان الضربه اللي اخدها قبل كده لسه حاسس بوجعها لكن هو مش هيهرب مهما حصل. فنايتي بيقول ان عمل سلاحين مختلفين في وقت واحد دي تعتبر مهاره استثنائيه، وبنعرف ان دم الاوني ممكن يتحول لاي شكل في دماغ صاحبه، وعشان كده بعض الاوني بيتشكل دمهم على حسب اهتمامهم زي شيكي او حسب صدماتهم زي هوماري او على حسب تجاربهم الشخصيه زي جين. وعمليه صنع الاسلحه من الدم دي هي اللي بيسموها عمليه كسوف الدم. وفي اللحظه دي جين بيكون قرب من رقبه الوحش وبيحاول يقطعها لكن الوحش بيتفادى ضربته وبيفضل يصرخ فيه لحد لما ودانه بتطلع دم. وهنا شيكي بيبدا يفتكر ان كان بيحب الاسلحه، ولما جرب يستخدم دمه لاول مره اتحول دراعه لسلاح، وبيبدا اخيرا يفهم ازاي بتشتغل عمليه كسوف الدم. وفي الوقت ده بيكون نايتو قرر يدخل بنفسه لما لقاهم مستلكين مع الوحش، لكن بيتفاجئ بشيكي اللي نجح اخيرا يحول دمه المدفع وبيقدر يفجر وش هوماري. وبعد ما شيكي فجر الوحش وقضى عليه بتحصل حاجه غريبه المره دي، الجو فجاه كده بيتقلب. فجين بيفهم ان قدره شيكي كمان بتقدر تغير الطقس، وبعدها بطلنا بيقع على الارض وهوماري اللي فقدت معظم دمها هي كمان بتاعه بتغيب عن الوعي. وبعد ما شيكي بيقع بيلاقي نفسه مش قادر يحرك جسمه فبيستغرب هو بيحصل معاه كده ليه، لكن نايتو المعلم بتاعهم بيفهمه ان اللي بيحصل معاه ده طبيعي لان هو كمان فقد كميه دم كبيره من جسمه وهو لسه ما اتعودش على كده. بس شيكي بيقول له لا يا عم مفيش الكلام ده، وبيضغط على نفسه لحد لما بيقوم وهوبا بيقوم نازل تاني مكانه. فالمعلم بيقول له يبطل عند لان الحوار ده فيه خطر على حياته. فشيكي بيقوم ردد عليه وقايل له سيبك مني اهم حاجه شوف هوماري والحق وديها تتعالج. وهنا المعلم بيقول لنفسه انه مبهور بالقدره اللي طلعت عند شيكي وان كمان في وسط ما حياته في خطر مركز مع الناس التانيه ومهتم بغيره، ومعنى كده انه غير فكرته اللي اخد عليه اول مره. بس اذ فجاه جين بيقوم جاي من وراه بيهجم عليه لكن المعلم في اقل من ثانيه بيصد الهجوم بتاعه بالشمسيه بتاعته وبيقول له انت بتعمل ايه المفروض ننقل هوماري حالا عشان تتعالج. لكن جين بيكون مش مهتم وكل اللي يهمه دلوقتي انه يوصل لهدفه وبيقوم هاجم عليه تاني، والمره دي المعلم بيفتح شمسيته. فجين بيقول له بس انت وعدتنا انك مش هتستخدم قدرتك في التحدي واللي هيخلص عليك هيتخرج على طول
له يروح للفرقه اللي عايزها. فالمعلم بيقول له مين قال لك اني رجعت في كلامي، وده اللي خلى جين يهجم عليه مره ثانيه، لكن برضه الشمسيه بتصد الضربات بتاعته. وساعتها المعلم بيقول له انت لو فاكرها مجرد شمسيه عاديه فانت غلطان، وبيقوم دايس على الزرار فيها فبتبدا تطلع دخان كتير جدا، وجين بيبقى فاكر الدخان ده مسمم، لكن المعلم بياكد له انه مجرد دخان عادي، والشمسيه دي سحريه ولسه عندها مفاجآت كتيره. وقبل ما جين يستوعب بيلاقي في طلقات بتتضرب عليه وبتصيبه في دراعه، فبيطلع بسرعه يستخبى ورا شجره، وبتطلع الطلقات دي خارجه برضه من الشمسيه. فالمعلم بيقول له ان احسن له بلاش يهجم عليه من قريب، لان لو فكر يكررها هيلاقي الطلقات المطاطيه دي مستنياه. بس جين بيقول له ان هو كمان عنده اكتر من طريقه يرد بيها، وفجاه بيستخدم قدرته في انه بيرمي على المعلم شفرات من بعيد. فالمعلم بيبدا يتشتت، وفي اللحظه دي جين بيقرب بسرعه من وراه عشان يديله الضربه القاضيه، لكن على مين؟ المعلم بيقوم فاكك جزء من الشمسيه وحدف عليه بسرعه، فجين بيتخض وبيفكرها قنبله، لكنها بتطلع هي كمان قنبله دخان. وقبل ما يختفي تاثيرها المعلم بيقرب وبيقوم ضربه مطيره بيها بعيد، وبعدها بيقول له ان عدم تركيزه على هجوم الخصم من قريب ممكن يتسبب في موته، وبيقوم فتح الشمسيه وفصل الجزء اللي فوق ورمي ناحيته، وساعتها الجزء ده بيعمل زي المصيده كده وبيثبته على الارض، فما بيعرفش يقوم تاني بسببها. بعدها المعلم بيقول له انت للدرجه دي عايز تواجه ابوك؟ وبنفهم يا اصدقائي ان جين ده هو كمان باباه من موموتارو زي شيكي، لكن الفرق هنا ان ابو جين كان راجل مش تمام، كان بيعذب جين طول الوقت، وهو السبب في كل العلامات البشعه اللي في جسمه، ده غير ان قتل باقي اسره جين من الاوني، ولولا ان قدر ينقذ نفسه منه لدرجه ان بقى ياكل من الزباله كان زمان حصلهم، وعشان كده هو عاوز يقابله باي ثمن عشان ينتقم منه على اللي عمله، حتى لو كان الثمن ده ان يدفع حياته كلها. بس هنا المعلم بيقول له ما تبقاش غشيم وما تسرع، خلي هدفك ما يكونش التضحيه بحياتك، خلي هدفك الحفاظ عليها، لانك لو فكرت بالطريقه دي مش هتوصل لحاجه. وساعتها جين لما بيسمع الكلام ده بيتفاجئ ان المعلم عرف موضوع ابوه، وبيقول له عشان كده انا مش عايز اضيع فرصتي، وبيقوم مطير الشمسيه اللي مكتفاه على الارض وبيقوم مره ثانيه. بس هنا المعلم بيقول له احنا مش هنقاتل طول اليوم، وبيقوم ماسكه من وشه وهبد على الارض، وده اللي خلاه يفقد الوعي. وبعدها المعلم بيتصل بالممرضه بتاعه الاكاديميه عشان تاخد هوماري، وبيعلن بعد كده انها خرجت من السباق هي وجين اللي بيبقى مكتفه في الشجره، ما بيبقاش فاضل كده على انتهاء الجوله الاولى غير 5 دقائق. فشيكي بيقوم بالعافيه وبيقول له انه هيقدر يكمل لوحده، وبيقوم المعلم مطلع كره من الاثنين وبيقول له كده انت قدامك حلين، يا اما تدور على الكره الثانيه وتاخدها وتلحق ترجع المدرسه في الكام دقيقه دول، يا اما تواجهني وتقدر تاخد دي مني. لكن شيكي عارف ان ما هواش قد المعلم وبيقرر يهرب، فالمعلم بيطلع يجري وراه، لكن مفيش كام ثانيه وبنلاقي شيكي وصل لجين، وبعدها بيقوم قايل له بقول لك ايه، انا مش هلحق الاقي الكره وكده هطلع بره المسابقه انا كمان، فانا هعمل معاك اتفاق هفكك وتيجي معايا نثبته وناخد الكره منه، قلت ايه هتساعدني ولا لا؟ فجين بيقول له لا، وبعدها بنشوف شيكي وهو راجع تاني للمعلم اللي بيستغرب ان جاي من وراه مش من قدامه، وبيقول له تفتكر هتلحق تاخد الكره مني وترجع؟ وفي اللحظه دي بينط جين على المعلم اللي بيتفاجئ لما بيشوفه، وبيطلع ان لما قال لشيكي لا مش هساعدك كمل بعدها وقال له انت اللي هتساعدني اوقعه عن طريق انك تعمل نفسك طعم، وفعلا بيقوم لافف على المعلم الحبل اللي كان مربوط بيه وبيشد هو وشيكي، لكنه بيغرس في الارض بكوتشي التزلج اللي كان لابسه فمش بيعرفوا يوقعه، فجين بيرمي عليه شفره من دمه لكن المعلم بيتفاداها بسهوله، وهنا هم بينجحوا يشتتوا انتباهه وبيقوم شيكي جري عليهم وقع منه الكوره، وفي اللحظه دي المعلم بيقول ان الاثنين دول مش على اخر الزمن هيعلموا عليا، وبيبقى عارف انهم دلوقتي هيتخانقوا على مين ياخد الكوره ويرجع، وساعتها هو يستغل فرصه تشتتهم ويدفعهم الثمن على اللي عاملينه فيه، لكنه بيتفاجئ بشيكي وهو بيقول لجين يلا بسرعه خد الكوره واجري على المدرسه لان مفيش وقت، فالمعلم بيتصدم من غبائه وبيقول له انت كده هتخسر يا فالح وهتنطرد من الاكاديميه، وده اللي خلى شيكي يتصدم، لكن في الوقت ده الجن بيفتكر اللي عامله معاه وبيطلع مش نادل قوي زي ما احنا فاكرين، وبيقوم راجع تاني لشيكي مديك الكوره وقايل له انا مش عاوز جمايل منك، بس في الوقت ده بيجي خنزير شبه اللعبه كده، فالمعلم بيعرف ان ده ساعة البريد بتاعهم واسمه موكو، وبعدها بيسمع الرساله المبعوثه معاه، وبتطلع الرساله دي عباره عن استغاثه من فرع المنظمه اللي في مدينه اسمها كيوتو، بيقول لهم فيها انهم بيتعرضوا لهجوم من الموموتارو، وده اللي خلى المعلم يلغي المسابقه ويقوم واخد شيكي وجين وباقي الطلبه اللي في الاكاديميه عشان يروح على مدينه كيوتو، وبيروحوا باستخدام اليخت، وساعتها بنشوفهم بعد ما المعلم لبسهم لبس تاني عشان ما يلفتوش الانظار، وبيبقى شيكي ساعتها عمال يحاول يشيل القرون اللي طالعه له لحد لما بينجح اخيرا، فكاري بيقول له انت فرحان بنفسك قوي كده ليه؟ انت اخر واحد فينا عرفت تشيلها اصلا بلاش افوره، وهنا المعلم بيقول لهم انهم مش هيروحوا يواجهوا الموموتارو، وده لانهم لسه ما اتدربوش، هم بس هيساعدوا وحده الدعم اللي هناك، ودي وحده بتعالج المصابين وبتهتم بالأون الصغيرين اللي اهلهم بيموتوا وحاجات زي كده، فشيكي بيحس بالاحباط وبيقول لنفسه انه كده مش هيقدر يواجه الشخص اللي قتل ابوه، فالمعلم بيقدر يعرف هو بيفكر في ايه وبيقول له انه كده كده هم مش هيلاقوه لما يروحوا، لان الموموتارو هم كمان عندهم وحدات، والوحده اللي هم رايحين يواجهوها دلوقتي فيها قائد من اخطر الموموتارو اللي ممكن يكون سمع عنهم، وبعدها بيوصل للمدينه فعلا، والمعلم بيعرفهم ان قاعده المنظمه السريه بتاعتهم في المدينه دي موجوده تحت معبد هناك، وعشان يوصلوا بيدخلوا الاول لمطعم كده، وهناك في ست عجوزه من الاوني بتفتح لهم ممر سري، وبعد كده بنروح لمكان مخيف جدا شبه المخزن، وبنلاقي هناك زعيم وحده الاوني اللي بتهاجم المدينه واللي بيطلع اسمه كاري، وهو واقف مع موجي المساعده بتاعته اللي بتقول له انت المره دي مزوده قوي يا قائد، وبعدين تجاربك البشعه دي انا ما بقتش مرتاحه لها، وبنعرف ان كيري ده هو المسؤول عن التجارب الفظيعه اللي بيعملوها على الاوني، وفي اللحظه دي بنشوف مخلوق غريب جدا شبه الكلب وله جناحات، وكيري بيقول له ان مسميه اجلي، وده بسبب التجارب الكتير اللي اتعملت عليه، وهو قرر يبدا يستخدمه بعد كده في حربهم ضد الاوني، فموجي بتقول له بس احنا مهمتنا نطارد الاوني الخطر بس ونقتلهم ونحمي الناس منهم، فاكر الكلام
الكلام ده ولا لا؟ فبيقول لها ان مهووس بالتجارب العلميه، والتجارب دي هتخليهم يواجهوهم بسهوله، وكمان يوصلوا لتركيبه علاج من دمهم اللي فيه قدره علاجيه تخليهم يبيعوها بفلوس كتير لشركات الادويه، وساعتها المنظمه تستفاد بالفلوس دي. فموجي ما بيبقاش عاجبها الكلام ده، وبتقول له طب ما احنا كمان عندنا نفس القدره دي. فبيقوم رادد عليها وقايل لها انت اتجننتي ولا ايه؟ مستحيل اعمل تجارب علينا طبعا، لكن هم فئران تجارب ويستاهلوا اكتر من كده. وفي الوقت ده بيكون في طفل من الاوني مستخبي وبيسمع كل الكلام ده، وكان مرعوب وخايف اصله يطلع صوت. وفجاه كيري بياخد باله منه وبيفضل يضرب فيه، وبعدها بيقول له ينفع كده دمك المقرف ده يجي على هدومي؟ تستاهل اللي هيجرالك. وفي اللحظه دي بيخلي مجموعه من الاوني الميتين يصحوا ويروحوا ياكلوه. وبنعرف يا اصدقائي ان الماده السوداء اللي عند مومو دي اسمها الجراثيم السوداء، والماده دي بيقدروا يتحكموا فيها ويعملوا منها اسلحه وادوات زي ما شفنا. لكن كيري بقى بيقدر يستخدمها بطريقه تانية خالص، وهو ان يزرعها في جسم الاوني الميتين فيحولهم لزومبي بينفذوا الاوامر بتاعته. وبعد كده بنشوفه وهو بيطلب من الوحش اللي شبه الكلب ان ياكل الاوني الزومبي اللي اكل الولد قبل شويه. نرجع بقى تاني لشيكو وزمايله اللي بيكونوا لسه ماشيين جوه نفق طويل جدا لحد لما بيوصلوا لمقر المنظمه، وهناك بيقابلوا يويا دكتور الوحده اللي اول ما بيشوف كوينا بيفضل يعكس فيها ويستظرف، فبيبقوا كلهم مش طايقينه. لكن المعلم بيسيبهم معاه وبيقول لهم يسمعوا كلامه لحد لما يرجع، وبيقوم واخد بعضه وماشي. وبعدها بتيجي الممرضه وبتنادي على يويا عشان يشوفوا المصابين، فبياخدهم معاه وبيخليهم يغيروا هدومهم. وهناك بيشوفوا اللي اتصابوا في اخر هجوم وهم حالتهم صعبه جدا، وبيبقى واحد منهم فقد ايديه ورجليه في المعركه ورقته متدمره، خلاص فاضل له 3 دقايق ويموت. فيويا بيقول له ما يقلقش وانه هيعالجه، لكن شيكي مش بيعجبه الكلام ده، هو بيقول له ان مش عيب عليه يتريق على الراجل هو في الوضع ده، يعني هيعالجه ازاي يعني؟ فيويا بيقول له اتفرج بس يا صاحبي وشوف الشغل بيبقى عامل ازاي. نرجع تاني لكيري اللي بنلاقيه واقف بره في المخزن المخيف هو وموجي والوحش بتاعه، هو كمان مخلص على عدد كبير من الاوني بما فيهم قائد وحده الهجوم بتاعتهم، وعشان كده ما بيبقاش فاضل غير عدد قليل قدامه. وفي اللحظه دي المعلم بيوصل ومعاه مجموعه من الاوني متحولين تحول كامل وبيبداوا يهاجموا كيري واللي معاه. نرجع تاني لشيكي وزمايله وبنشوف يويا وهو مركب اكياس دم كتير جدا، فشيكي بيقول له معلش انت بتعمل كده ليه؟ هو مش المفروض الحوار ده يتعمل للعيانين؟ لكن يويا مش بيرد عليه، وبيسال الراجل اللي كان بيموت اللي شفناه من شويه لو كان عايز يرجع ايديه ولا رجليه، فالراجل بيقول له عايز ايديه عشان يقدر يشيل اطفاله تاني ويحضنهم. فيويا بيقول له طيب استعد بقى عشان العمليه دي بتوجع شويه، وبيقوم ماسك المشرط ومعور ايديه، فبيبدا الدم يخرج من جسمه وبيدخل لجسم الراجل اللي بيبقى حاسس بالام رهيب. وهنا الممرضه بتقول لشيكو وزمايله يتحركوا ويمسكوا الراجل ده ويثبتوه. وبنعرف يا اصدقائي ان يويا ده دمه ما عندوش قدره على القتال ولا التحول زي باقي الاوني، لكن قدرته هي القدره العلاجيه. وهنا بنشوف الدم اللي بيبقوا موصلينه بيبدا يخلص بسرعه، فبيروح يجيبوا جراد الدم، وبعد شويه في ايدين بتبدا تطلع للراجل ده والجرح اللي في بطنه بدا يخف. ولما شيكي بيسال يويا طب ما عالجتش رجليه ليه؟ بيقول له انه هيعمل كده بس مش دلوقتي لان جسم الراجل مش هيستحمل كل ده. وهنا كلهم بيبقوا مبهورين بيه بعد ما كانوا مش طايقينه وعايزين يروحوا مع المعلم يشاركوا في القتال. فيويا بيعرفهم ان المكان ده ما يقلش اهميه عن ساحه المعركه، وزي ما هم شايفين كده هو قدر يعمل ايه دلوقتي. فبيقولوا له طيب اطلب مننا اي حاجه هنساعدك بيها وهنعملها. فبيطلب من شيكي يجي معاه لان عاوز يوريه حاجه، وبياخده وبيروح لبنت صغيره اسمها مي، وبيعرفوا ان ابوها وامها خرجوا للمعركه وغالبا ماتوا لكنهم لحد دلوقتي مش لاقيينهم، وهو عاوزه يحاول يخليها تتكلم لانها من امبارح ساكته مصدومه. فبيروح شيكي للبنت وبيعرف يخليها تتكلم وبيفهم منها انها كانت عايشه حياه صعبه بسبب الموموتارو. وهنا في اللحظه دي بيوصل من بره عدد كبير جدا من جثث الاوني اللي عرفوا يلاقوهم، وبيبقى معاهم ابو البنت وامها، ولما بتشوفهم بتفضل تعيط طبعا. نرجع تاني لكيري اللي في الوقت ده كان بيواجه المعلم وبيقول له انا بعت لكم هديه مني اتمنى تكون وصلتكم، قصدي وصلتوها لي بنفسكم. وبنفهم ان كيري حط الجراثيم السوداء جوه جثث الاوني لانه كان عارف انهم مش بيسيبوا الميتين بتوعهم وهو بياخدوهم معاهم، ومعنى كده انه هيتحكم فيهم من مكانه. وعشان كده بنشوف جثه ابو البنت الصغيره بتتحرك، فالبنت بتفتكر ان ابوها صح خلاص وبتفرح، لكنها فجاه ابوها بدا يخنقها وبيحاول يقتلها. فيويا بيفهم اللي بيحصل وان دي قوه كيري اللي بتتحكم فيهم، وعلى طول بيطلب من شيكي يغمى عيون البنت عشان يخلص على الاب الزومبي. وساعتها بيعرف شيكي ان هم ما بيموتوش غير عن طريق حاجه واحده بس وهي تدمير الدماغ. وفي اللحظه دي بيستوعب يويا حجم المشكله اللي هم فيها لانهم وصل لهم جثث كتير جدا، وفعلا في لحظه الزومبي كلهم بيصحوا وام البنت الصغيره بدات تخنق شيكي. ولما يويا بيحاول يساعد هو كمان بيتلم عليه كم واحد تانيين، وبتبقى البنت شايفه امها بتعمل كده ومش فاهمه حاجه، فبتفضل تعيط وتترجاها تسيب شيكي اللي بيبقى خلاص بيفرفر. وفي نفس الوقت باقي المسعفين والممرضين وزمايله ومعاهم المصابين كمان بيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل اول لما الزومبي بيهجموا عليهم. ولما بنرجع لشيكي بنلاقيه لسه ما ماتش الحمد لله، وبيقوم مطلع مسدس كده عادي من معاه. وفي اللحظه دي بنرجع فلاش باك وهو مع المعلم على المركب، وهو ساعتها المعلم بيديله المسدس ده وبيقول له ان عارف هو ازاي شاطر في استخدام الاسلحه الحقيقيه، والسلاح ده فيه طلقات مصنوعه من دمه وعشان كده الطلقات دي اقوى بكتير من الطلقات العاديه. وبيبقى المعلم اداله المسدس عشان لو هو او باقي زمايله حد فيهم متعرض للخطر يبقى يستخدمه، لان شيكي مش هيقدر بسبب اخر مواجهه مع وحش هومري يستخدم دمه دلوقتي. وعشان كده شيكي بيقوم واخد البنت الصغيره في حضنه عشان ما تشوفش اللي هيحصل يعني، وبيروح مخلص على امها الزومبي اللي كانت عماله تخنقه. وبعدها بيقوم مكمل على المجموعه اللي ماسكه في يويا، وساعتها يويا بيشكره وبيقول له يروح يشوف باقي الزومبي على ما ينقل هو العيانين لمكان تاني. وفعلا شيكي بيروح لهم وبيلاقي زمايله عمالين يضربوا فيهم بس دول ما بيموتوش وبيفضلوا كل شويه يقوموا من تاني، فبيقول لهم على الطريقه اللي بيموتوا بيها وبيمسك مسدس وبيفضل يصطادهم. وجين هو كمان بيقوم مساعده ومفعل قدرته وبيفضلوا
بيفضلوا الاثنين ومعاهم ايكاري يخلصوا عليهم، وده في نفس الوقت اللي بقى فيه بيبقوا بيساعدوا يويا في نقل المصابين. وهنا بنشوف ان شيكي كل ما بيقتل عدد اكبر منهم كل ما بيحس بالقهر وبيقول ان اعدائهم اللي المفروض يواجهوهم هم الموموتارو، لكن هو مش فاهم ازاي فجاه دلوقتي عمالين يقتلوا في ناس كانوا قبل كام ساعه منهم. نرجع تاني لكيري اللي لما بيجي المعلم يطعنه بيلاقي بيستعين بالزومبي وبياخدوا الضربه مكانه، ده غير كمان الوحش اللي معاه اللي بيفضل يخلص على الباقي. وهنا كيري بيقوم مزودها زياده وبيطلب من موجي تعمل اللي قال لها عليه، فعلى طول بتستخدم قوتها وبتحبس المعلم والكام واحد اللي معاه جوه صندوق مستحيل يفتح لاي حد غير لما هي تسمح له يدخل او يخرج منه. وبعدها كيري بيقول للمعلم انه خلاص عارف مخبأهم السري لانه زرع كاميرات جوه جثث الاوني اللي خدوهم هناك. وهو ماشي بيقول لموجي تسمح للوحش يدخل لهم وهم محبوسين، ولما الوحش بيدخل عليهم المعلم واللي معاه بيرجع كلهم لورا. فكيري المجنون بعدها بيقول لموجي انه مستغني عن الوحش ده لان عنده منه كتير، وساعتها بنفهم هو بيقصد ايه، وده لان الوحش فعلا بطنه بدات تتمدد لحد لما بينفجر انفجار قوي جدا. وكيري بيبقى متاكد ان كده خلاص خلص على المعلم واللي معاه، وفعلا بعد الانفجار بنشوف المعلم مرمي على الارض متصاب. نرجع تاني لشيكي اللي بتكون الدنيا هدت عنده وقدر يخلص على كل الزومبي، وساعتها الطفله بتفضل تعيط على ابوها وامها اللي ماتوا مرتين قدامها. فيويا وشيكي بيفضلوا يتاسفوا على اللي عملوه معاهم بعد ما تحولوا لان كان غصب عنهم مش بمزاجهم. فبتقوم قايله لهم عادي انا عشت طول عمري بهرب مع اهلي من مكان لمكان بسبب ان احنا خايفين من الموموتارو لدرجه اني اتحرمت حتى من اني اروح المدرسه عشان كده كنت عارفه ان اليوم ده هيجي. وبتبص لشيكو وهي مبتسمه وبتقول له ما يقلقش عليها. فشيكي بيتصدم من رده فعلها وكلامها وبيفتكر انه لما كان في سنها كان عايش حياه جميله مع ابوه وكان مثله الاعلى ساعتها الابطال الخارقين اللي بيحاربوا الشر. فبيقول لنفسه هو مش المفروض ان الموموتارو طيبين وبيدافعوا عن الناس، ازاي بقى كانوا السبب في كل الاذى ده؟ وبيقوم حضن البنت وقال لها ان لو الاوني هم الاشرار فعلا فهو ما عندوش مشكله دلوقتي يبقى شرير عشان يقضي على الموموتارو، وبيوعدها انه يخليها تعيش في امان بعد كده ومش هتفضل تهرب تاني. وبعد كده بنشوف يويا مع جين وهم في الممر اللي دخلوا منه وبيقول له انه هيوريه المكان اللي هيتخلصوا فيه من جثث الزومبي عشان يبدا هو واصحابه ينقلوهم. وبنشوف ايكاري وهو عمال ينقل في الجثث وجوجي واقف بعيد بيفكر مع نفسه. فبيقوم ايكاري متعصب عليه وبيقول له ايه البرود اللي انت فيه ده، ما تيجي تشيل معايا ولا نضارتك دي ما بتشوفش بيها؟ فجوجي بيقول له انا مش عارف النضاره دي معصبك ليه، عموما انا مش واقف بستعبط. وبيشرح له ان حاسس ان المكان ده ما بقاش امان وبيفهمه ان قدرته هي الرادار واللي من خلالها بيقدر يكشف اي شخص موجود على بعد 5 كيلو، ولو الرادار ده لقط الموموتارو بيدي اشاره وبيقوم مفعل القدره اللي عنده وساعتها الرادار فعلا بيدي اشاره. وفي نفس الوقت ده بنشوف كيري واللي معاه بعد ما دخلوا المطعم وقتلوا الست العجوزه بعد ما فتحت لهم الباب السري، وهناك بيطلب من الدعم يبعتوا له مجموعه من وحوش الاجلي على المكان اللي هو فيه. وقبل ما يقفل بيقول لهم ما ينسوش يبعتوا له ملف واحد خطر جدا كده من الاوني. وهنا موجي بتكون اكتشفت ان المكان تحت كبير قوي وعشان كده بتقترح عليه يستخدموا الغاز السامي الاول، فبيقول لها ماشي اعملي اللي يعجبك. لكن في اللحظه دي بتوصل رساله بتخليه يضحك ضحكه مستفزه وبيقول لها لا خلاص ما تعمليش اللي قلت عليه، خلينا ننزل بنفسنا ونسال كل الاوني فيهم عن اسمه الاول لاني عرفت حالا ان الاوني اللي اسمه شيكي معاهم وانا عايزه حي. ولما بتساله اشمعنى بيقول لها لان الاوني ده بالذات عنده قدره مميزه جدا عن الباقيين وهيبقى مهمه جدا في ابحاثي. وبعد كده بنشوف ماي بدات تتذكر ذكرياتها مع باباها ومامتها وكانت زعلانه جدا وهي شايفاهم بينقلوا الجثه بتاعت باباها ومامتها قدامها. وبعد ما يويا ورا جين المكان اللي اتخلصوا فيه من جثث الزومبي بيطلع هما الاثنين عشان يروح يجيبوا الجثث بقى، وجين بيكون زعلان بسبب كل اللي حصل بس يويا بيحاول يواسيه. هو كان بيحاول يهزر معاه بس جين كالعاده مش مهتم. بس اذ فجاه يويا بيلاقي حد بيجي من وراه وبيطعنه بالسكينه وبيطلع ان ده كاري، ولولا ان يويا تحول في اخر لحظه كان زمان مات. وده اللي خلى جين يدرك ان الوضع خطر جدا وقام متحول هو كمان بسرعه استعدادا للهجوم، بس موجي بتيجي من وراه وبتحط فيه الماده السوداء عشان تسيطر عليه. لولا ان يويا شد في اخر لحظه كان زمانه في اعداد الموتى وايديه بس هي اللي اتاثرت، والوقت مش هيقدر يستخدم ايديه في الوقت الحالي. وده اللي خلى يويا يقول له روح انت حذر الباقيين وخليهم يجوا هنا استعدادا للاشتباك، بس قبل ما تيجوا ودوا جميع المصابين في مكان امن. قال له طب وانت مصاب؟ قال له ما تقلقش عليا انا هتصرف لحد لما انتوا تيجوا. وفعلا جن بيمشي وساعتها كيري بيقول له موجي اعمل اللي احنا اتفقنا عليه. وساعتها موجي بدات تحيط المكان كله بالماده السوداء بحيث تعمل حاجز ومفيش اي حد من الاوني يقدر يهرب، وده اللي خلى يويا يعرف انهم ناويين يخلصوا على كل الاوني اللي في المكان. وساعتها يويا بيعرف ان الوحيدين الموجودين في المكان ده اللي قادرين على القتال هم الطلاب بس، وغير كده كمان اللي قدام دول اقوياء جدا، وده اللي خلاه يتاكد 100% ان هيموت. بس كيري بيقول له انا عاوز اسالك سؤال، تعرف حد هنا اسمه شيكي؟ بس طبعا يويا مش بيجاوب وبيستعد للقتال، وفي اقل من لمح البصر كيري بيعدي من جنبه وبيقطع رقبته والدنيا كلها غرقت دم يا اصدقائي. وساعتها كيري لما شاف يويا مات بيقول لموجي تطلع تابوت من معاها وتحطه فيه، وساعتها موجي بتخلي وحوش الاجل تيجي وواحد منهم بيطلع تابوت من بقه عشان يحط فيه يويا. وساعتها جن بيروح لشيكو والبقيه عشان يحذرهم بس بيلاقيهم اصلا كلهم عاملين حسابهم ومتجمعين كلهم هم والمرضى في مكان واحد. بس شيكي بيقول له ان جوجي قدر يعرف باستخدام الرادار بتاعه ان العدو قادم وعشان كده جبنا كل المرضى في المكان ده واتجمعنا كلنا هنا، بس دلوقتي احنا محبوسين ومش عارفين نخرج بسبب الحاجز اللي الموموتارو عملوه. بس اذ فجاه هم بيتكلموا وحش اجلي بيطلع عليهم وقام في ثانيه واكل واحد منهم، وده اللي خلاهم كلهم يتصدموا والفوضى حلت في المكان كله والكل طلع يجري. وساعتها كل الطلاب قرروا يتفرقوا وشيكي ياخد ماي ويوديها
لمكان امن. وفي الوقت ده كيري وموجي وصلوا وكان معاهم التابوت اللي فيه يويا، وساعتها كيري بيدي امر لموجي انها تقتل كل واحد ما عدا شيكي، وساعتها فعلا هي بتنطلق عشان تخلص على كل واحد، لكن كيري يفضل قاعد لانه بيفكر في حاجه مهمه جدا. وفي ذلك الوقت كوينا كانت عماله تدور على هدوم خفيفه تقاتل بيها لان الهدوم دي مضايقاها ومش بتساعدها في القتال، وكان قاعد معاها روكرو كارياما اللي كان هيعمل على نفسه من كتر الخوف. وفي الوقت ده كوينا خلاص كانت غيرت الهدوم بتاعتها، وساعتها بيسمعوا ان وحوش الاجل جايه باتجاههم، فكوينا بتقول لروكرو استعد للهجوم، بس بيقول لها عشان خاطري انا خايف جدا ومش قادره اقاتل، ممكن انت تقاتليهم مكاني؟ فبتقول له خلاص يا جبان، استخبى انت في الدولاب وانا اخلص عليهم. واضح جدا انها بدات تعجب بيه، وهقول لكم ليه كمان شويه. المهم روكرو بيستخبى في الدولاب فعلا، وكوينا بتستعد للقتال، وساعتها وحش الاجل بيجي وبيقول لها هو انت شيكي؟ فبتقول له لا، وده اللي خلاه يهاجم بكل قوته، بس هي بتتفادى الهجوم بتاعه، وبتقول له هدفعك الثمن عشان تبقى تكسر الحيطه، وفعلا بتبدا تخرج الدم بتاعها في القبضات بتاعتها، وبتقول له الوقت هخليك تتضرب بمزاجك. وفي نفس الوقت ده وحوش الاجلي كانت بتواجه كل الطلاب الاوني، بس قبل ما تهاجمهم بتسالهم اول انت شيكي ولا لا. اما بقى شيكي فبيروح يخبي ماي في مكان امن، اما بقى روكرو فالدولاب بيقع بيه، ولما بيفتح الدولاب بيتفاجئ ان كوينا بتنادي على الوحش، والوحش بيسمع كلامها وبيروح عشان يخليها تضربه، وفعلا بتستعد وهوبا بتضربه ضربه قويه جدا، ضربات متتاليه وده شملته حرفيا، وبتعطفيه وبتعمل معاه الواجب، ما بتسيبوش الا لما بتقتله. بس خلينا نعرف من هي كوينا. اول حاجه الدم بتاعها بيعمل تعويذ على الخص، وبيجبره ان يجي عندها لحد لما هي تضربه وتخلص عليه. وبنعرف ان كوينا يا اصدقائي من نوع البنات المسترجله، يعني جدعه جدا ويعتمد عليها، بس بسبب انها مسترجله كل الرجاله اللي بيرتبطوا بيها او بيتجوزوها كانوا بيعانوا من مشكله، لانها بما انها مسترجله فكانت بتحب تتحكم في كل حاجه، يعني بمعنى صح مش عاوزه راجل، عاوزه هي اللي تمشي كلمتها. يلا كل الاكل بتاعك، يلا عشان تغسل سنانك، مش هتروح للشغل، خليك انت قاعد في البيت وانا هشتغل واصرف عليك. وطبعا مفيش راجل بيستحمل المعامله دي، كله بيطفش على طول. عرفتوا بقى ليه هي ليه حبت روكرو؟ لانه مش راجل، بيقول لها احميني، بيقول لها انا خايف، يعني بمعنى صح هي الراجل وهو الست، وده اللي خلاها تبدا تحبه فعلا، وتقول له ما تقلقش يا حبيبي، نام انت هنا وانا اخد بالي من كل حاجه واخلص على كل الوحوش. وفي ذلك الوقت وحوش الاجلي كانت بتخلص على كل الموجودين في المكان، وفي نفس الوقت في وحش اجلي تاني بيجي عند كوينا، وكينا بتقول هموتك زي ما موتت اللي قبلك. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ويا ترى كيري عاوز ايه من شيكي؟ استنونا في القسم الثاني من حكايه شيكي.